من أضحي على مود الآخر يكون راضي. مرحبا يا أحلى الناس. موضوعنا اليوم راح يكون عن المسامحة. المسامحة موضوع كلش مهم، ولازم نتعلم نحكي بيه، ولازم نتعلم شلون نسامح. أعرف في هواية منكم راح يخالفني الرأي وراح يقول لا، في ناس ما تستحق نسامحها. لكن المسامحة ما بتبدأ من إني أسامح الناس اللي حواليا واللي جرحتني. المسامحة أعمق من هذا الشيء، بتبدأ لما أنا بتعلم شلون أسامح نفسي على الأخطاء اللي ارتكبتها. يعني يمكن هسه حدا يقول أنا ما برتكب أخطاء بحق حدا، في هيك شيء، بس أنا دا أحكي عن الأخطاء اللي نحن بنرتكبها بحق نفسنا. لأنه في هواية من الأوقات منضحي على مود ناس ما بتستحق، ومنكون دا نأذي روحنا. في هواية من الأوقات ما نعرف نقول لا ومنضغط على نفسنا. وفي هواية من الأوقات بنغلط بحق ذاتنا. لما أنت كشخص بتعمل كل هذا الشيء، لازم يجي يوم وتسامح نفسك، تسامح هذا الروح، تسامح نفسك لأنك غلطت بحق ذاتك. أنا شخصيا إنسانة شوية كنت قاسية مع روحي، يعني إذا غلطت غلطة واحدة بتكون غلطتي بألف، فما بحب إنه أغلط، ودائما كنت أتجنب إني أغلط بحق الناس. فلما كنت أتجنب إنه اليوم أذي حدا بمشاعره، أو أقول كلام قاسي، أو إنه حدث محتاج مساعدتي وما أقدر أرفض له، كنت أغلط بحق ذاتي. كل مرة تضغط فيها على روحك بتسوي شيء أنت من جواتك ما تريد تسويه، بتكون تغلط في حق ذاتك. فأنا هذا الشيء كنت أسويه فترة كلش زينة بحياتي، يعني سنين مو شهور، سنين كنت دايما أضحي على مود الآخر يكون راضي، أضحي على مود إنه هنن متقبليني، أضحي على مود هنن محتاجيني، بس شنو؟ مشان روحي. فبالأخير لازم نواجه نفسنا، بالأخير لازم نتعلم من أخطائنا. فلما واجهت نفسي اكتشفت إنه أنا في بعض النقاط بعدني دا أقسى على روحي. لما أغلط بشي بجي وبعاقب روحي، بجي وبقول ليش سويتي هيك، إنسان ما كان لازم تسوين. بس لما الشخص المقابل يغلط نحن منسامح، ليش ما أسامح روحي؟ تعلمت شلون أجي وراجع نفسي وأسامح نفسي على الأخطاء اللي سويتها، وأهيل نفسي إنه ما أغلط هاي الغلطة مرة ثانية. وهاي الطريقة الصحيحة، إنكم تعترفون بأغلاطكم وتشوفون شنو هو الغلط اللي سويتوه، بعدين تجون تحجون مع روحكم وكأنكم تحجون مع الطفل غلط. خلص أنا مسامحة روحي وما راح أعاقب نفسي على شي عملته، وراح أحاول في المرة الجاية إنه ما أغلط الغلطة نفسها. هذا الشي راح يساعدكم كلش هواية، راح يخلي نفسيتكم ترتاح، راح يخليكم تكونون أسهل في حياتكم ومو تاخذون كل شي بصعوبة. فالمسامحة للنفس نقطة كلش مهمة، ولازم نتعلم نسامح نفسنا، لأنه نحن بالأخير بشر وراح نغلط. هذا الشي وارد طبيعي. يعني حتى لما أنا كنت بمكان شغل أغلط غلطة، كنت أقول لإنسان ليش غلطتي، ليش سويتي شي، يعني أنتي فاهمة، أنتي تعرفين تسوين هذا الشغلة، ليش ما ركزتي، ليش؟ بس نحن عادي طبيعي، نحن بشر، يمكن تعبت بوقتها، يمكن ما ركزت، يمكن خطر شي ثاني على بالي، ليش تعذب روحي لهاي الدرجة؟ لازم أفهم روحي وأكون مثل الصديقة. والنقطة الثانية واللي هي إنه نسامح الناس اللي بتدخل على حياتنا وبتأذينا وبتطلع منهم. أعرف ما راح توافقوني الرأي، أعرف في هواية ناس راح تقول لا ما راح أسامحك إلا ليوم القيامة، في هواية ناس ضد المسامحة لأنه الأشخاص اللي غلطوا بحقهم ما يستحقون. أنا معاكم، أنا ما دا أقول سامح الناس ورجعهم لحياتك، لا، أنا ضد هاي
المنطق. أنا إذا غلط شخص كان عزيز علي بحقي وما أقدر أرجع أوثق فيه، أنا ما أرجع لحياتي. أنا الشخص اللي يغلط بحقي وهو عارف مرة ومرتين وثلاثة، خلاص أنا بس أطلعه من حياتي، خلاص للأبد للموت ما راح يدخل حياتي. بس إنه أسامح، هذا شيء لازم أسويه، مو على مود هذا الشخص يرتاح، لا، انتوا غلطانين. ترى نحن ما راح نكون مرتاحين إذا في شخص بهاي الحياة ونحن بعد ما مسامحين. أنا ما دا أقول كون متصالح مع الفكرة من أول يوم وتسامحه ولا كأنه شي صاير، لا، خذ وقتك، إن كان أسبوع، إن كان شهر أو شهرين، إن كان نص سنة. كل إنسان هو وتفكيره، كل إنسان هو وحياته، كل إنسان هو ومعتقداته. بس إنك تحمل هذا الذنب أو تحمل هذا الثقل عليك ليوم القيامة، لا، ليش تعاقب روحك هيجي؟ هذا شخص ما يستحق. لأنه أنت إذا هسه ما سامحت الشخص اللي غلط في حقك ما راح ترتاح، هذا الشخص راح يظل 24 ساعة في بالك. وأنا متجربة، ياما في أصدقاء كنت أوثق فيهم وأعتبرهم من أعز الأصدقاء وسنين في معاشرة، في منهم 4 سنين معاشرة، في منهم 9 سنين معاشرة، وآخر شي طلعت المعاشرة كلها كذب، وآخر شي طلع شنو؟ يغدروني بظهري، آخر شي طلع شنو؟ إنه أنا مو زينة. بس شنو؟ أخذت وقتي، في منهم أخذت وقتي شهور، في منهم أخذت وقتي شهرين، في منهم كنت محتاجة أكثر من شهرين لحتى قدرت أسامح. بس بالأخير سامحت، لأنه كنت دايما لما ما أسامح يظل هذا الشخص ببالي، أظل أحكي عن الموضوع بيني وبين نفسي، أظل أسأل ليش هيجي صار، أظل أسأل إنه شنو غلطتي. ماكو داعي تعذب روحك بهاي الطريقة. لو أنت غلطان أو ما غلطان، إذا الشخص المقابلك كان زين ما راح يسويها. فالموضوع أكبر من إنه له علاقة فيك. بس الشي اللي نحن نقدر نسويه بعد ما يطلع هذا الإنسان من حياتنا، بعد ما نطلع من حياتنا للأبد، ما نريد نشوفه ولا نريد نعاشره ولا نحكي معه ولا نحكي بسيرته، شنو نسوي؟ نسامحه على أفعاله. وكمان في مواضيع بتكون أعمق من هيك. مثلا بطفولتك في شخص مأذيك وانت غافل عليه، بس بعدك ما مسامحه، لازم تراجع حتى طفولتك، من أول يوم تتذكره بحياتك تراجعه لحد هسه. منو غلط بحقك؟ منو اللي أذاك؟ منو اللي وثقت فيه وما كان قد الثقة؟ شنو انت حاطط بقلبك بعد؟ طلع كلها بينك وبين نفسك وابدأ سامحهم كلهم، انت وربكم، من عندي أنا مسامحتكم بينك وبين نفسك، لحتى تنسى، لحتى ما تعذب روحك. لأنه إذا نحن ما سامحنا منكون دا نعذب روحنا. ما دا أحكي فقط هيك، لا، أنا دا أحكي من تجربة لنفسي. أنا بحياتي ما فيني أحقد على الناس، دايما هيجي، يعني اليوم عاشرك تطلع مو زين عادي، روح أنت وربك، دايما هيجي، لا أنتقم ولا حقد بقلبي ولا أسوي أي شيء، أقول هو وربه، يعني خلاص من عندي مسامح. بس اجت فترات معينة وصارت شغلات، يعني من أصدقاء، نقول من ناس يعني معاشرتهم كانت طويلة، ما قدرت أسامح بهالبساطة. بس كنت أركز على الموضوع، إنه أشوف كل ما أنا ما دا أسامح هذا الشخص مدى يقدر يطلع من حياتي للأبد. دا أعاني من الموضوع، دا أعذب روحي، ليش؟ لأنه هذا الشخص ما يستحق، فخليني أسامحه وأفكر بروحي وأريح نفسي، وهو وربه، رب العالمين رح يعاقبه يعني. فليش أنا أحمل الذنب؟ ليش أنا أعذب روحي؟ لا، خلاص بسامحه. وراجعت نفسي وراجعت حتى طفولتي، كانوا في أشخاص بطفولتي إلهم تأثير كلش سلبي على حياتنا، حياتي وحياة عائلتي، مأذينا بطرق خبيثة وما كنت مسامحهم. كان بعد في هذا النوع كل ما أتذكر أسمائهم يصير في غضب مثل النار بداخلي، يعني لأنه ما مسامحتهم.
فقلت ليش دا أسوي هيجي بروحي؟ ليش؟ يستحقون هذول الناس؟ لا، في منهم متوفوا وراحوا لعند رب العالمين. ليش أنا حاملة هذا الشي بداخلي لحد هسه؟ صح أذوني، صح بسببهم تغيرت حياتي هواية، بس هدول ما يستحقون أحمل هذا الشي معايا لحد هسه. فبس راجعت نفسي اكتشفت هذا الشي، والحمد لله عطيت لنفسي وقت مع روحي، وخليت إنه الإنسان اللي بداخلي تسامح وتدرك. أنت بس تسامح رح الأمور لرب العالمين. والشي الآخر اللي أريد أقول لكم إياه، نحن بشر وكلنا نغلط. اليوم إذا صديقك غلط في حقك، يمكن باكر عقبه أنت تغلط في حق شخص ثاني. يمكن أنت تغلط وأنت مو داري، يمكن أنت تقول حكي عادي ويأذي صاحبك وأنت ما تدري. فإذا أنت سامحت، رب العالمين راح يسامحك. بس إذا أنت حاقد كل هالشي بداخلك وما تقدر تسامح الناس، شلون رب العالمين راح يسامحك؟ فإذا رب العالمين هو اللي دا يسامح، مين نحن حتى ما نسامح؟ كلنا نغلط ولابد نغلط. صح، غلط عن غلط يفرق. غلط فيه متعمد ويقصد بهذا الشيء، وفي غلط عن غير قصد. صح، بس مو أنا كإنسانة أحدد شنو راح يصير وشلون أعاقب الشخص. لا، أنا أترك أموري في إيد رب العالمين، هو اللي يحدد شنو يصير بهذا الشخص وشلون ياخذ عقوبته. فمن عندي أترك وأقفل الباب وأطلع هذا الإنسان من حياتي وأسامح. روح أنت وربك وخالصين. فتعلموا حبايبي تسامحوا على مودكم أنتوا، مو على مود الناس الآخرين، على مود قلوبكم ترتاح، على مود هذا الوجه المبتسم الحلو ما تختفي ابتسامته بسبب ناس ما تستحق. ولأنه كلنا نغلط، فإذا ربك يسامح، مين نحن لحتى ما نسامح؟ أتمنى تقدرون تستفادون من هذا الفيديو يا حبايبي، ولا تنسوا تشاركوني آراءكم وتركوا لي تعليقات حلوة، وكمان اشتركوا في القناة. وابقوا بخير حبايبي، راح نلتقي بفيديو جاي.